يا صباح الفل والجمال والسعادة، ازيك يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة جايلكم فيديو مهم جدا جدا لكل ست بيت عايزة أكلها يكون ليه نكهة خاصة وطعم حاجة تانية. النهاردة عملتلكم ازاي نحول أكبر كمية سمنة نباتية لسمنة بلدي بالترميلة والريحة الخاصة للسمنة البلدي. لو شفت المرطة بتاعتها الله أكبر، أكني بسيح سمنة بلدي بالظبط. حاجة فوق الخيال، والريحة والطعم مفيش لها وصف تاني. حاجة بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. مش قادرة اوصفهولكوا عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، من سمنة نباتي لسمنة بلدي. تعالى اقول لكم عملتها ازاي. جبت كيلو سمنة نباتي وكريستال، ونص كيلو سمنة في حلة فاضية على النار. نزلت بكيلو السمنة كريستال وخليته يسيح شوية. وأثناء السياحة نزلت عليه بنص كيلو زبدة صفرا البلدي، زبدة البقري، وسبتهم يسيحوا مع بعض بالمنظر ده. معلش لو كنت بطول في الفيديو، بس أنا حبيت أوريكم كل خطوة، ما قصتش حاجة من الفيديو. أما بالنسبة الريم ده مش ريم، ده مكان الخض بتاع السمنة البلدي أو الزبدة البقري. أول ما حسيت إن هو ساح أو بدأنا في الغلي، حطيت 3 معالق ملح على الكيلو ونص، إن هو كيلو سمنة كريستال ونص الزبدة البقري. طب ليه حطيت الملح ده كله؟ عشان يظهر لي الملح، يظهر لي طعم السمنة في المرطة، اخد اقوى طعم للسمنة البلدي، وتقضي لي كمان على السمنة الصناعي ده خالص. سبتها خالص لما في الغليان على درجة حرارة متوسطة، لما حسيت ان الملح لونه مكرمل. وبعد كده طفيت عليها عشان كده كده بتستوي لوحديها. وبعد ما بردت عبيتها في برطمانات ازاز، وحبيت اوريكم السمنة. الله اكبر، حاجة بسم الله ما شاء الله. يا رب يعجبكم الوصفة، مستنية رأيكم في التعليقات. باي باي.